النهارده انا مش هقول لكم ليه تتعلموا هندي، لان كل لغه مهما كانت ليها اهميتها الخاصه، كمان كل واحد ليه اسبابه في تعلم اي لغه حتى لو كان من باب التسليه مثلا. لكن النهارده انا هقول لكم ليه الهندي سهل. اللغه الهنديه سهله جدا، ما تستغربوش. يعني مثلا في الوقت اللي فيه في لغات تانية الحرف الواحد بيتنطق بكذا طريقه، او كلمات كتير يكون فيها حروف سايلنت ما بتتنطقش، هنلاقي ان اللغه الهنديه بتتكتب زي ما بتتنطق. احنا معانا لغه واضحه وصريحه. ايوه، يعني مش زي لغات تانية عندها انفصام في الشخصيه، تنطق حاجه وتكتب حاجه تانية خالص. فما يغركش شكل الحروف الغريب، لانك بمجرد ما تعرفها وبشوية مجهود صغيرين كده هتلاقي نفسك واو بتبتدي تقرا وتكتب كمان. حاجة تانية من الحاجات اللي بتميز اللغة الهندية هي انها لغة منتظمة، وده معناه انها ما فيهاش حالات شاذة الا نادرا. وبرده من الحاجات اللي انا بقى بحبها في اللغة الهندية بشكل شخصي هو ان ما فيش فريزال فيربس، يعني ما فيش حرف جر يتحط بعد الفعل يشقلب لنا معنى الجملة وينكد علينا خالص. احنا في السليم. وانتي بقى مش عايزة تقولي حاجة؟ لا انا تمام. ايه قصدت اقول يعني انه حاضر هقول اهو. قصدت اقول يعني انه بما ان اللغه الهنديه سهله وانت بتحبها، فاكيد هتبقى مصدر سعاده ليك لما تلاقي نفسك بتتطور في حاجه انت بتحبها بقى. وخصوصا بقى يعني خصوصا لو انت جاي هنا برجليك، يعني محدش اجبرك. ايوه زي كده انا بالظبط.